يعني أرد على كل من يدعي الحداثة ويعاديها في آن واحد أن للحداثة أشبالها، وأن الحداثة تستقي صحة مفهومها من معنى الهوية. فأنا حداثي أي أنا أوجد وأكون، ولن أوجد إلا بهوية، وهويتي عربية إسلامية. وإن زعموا أنهم يذودون دفاعا ويهبون دفاعا عن العلم، فليتمعنوا وليتأملوا في رموز ذلك العلم المفدى ليروا فيه صورة الإسلام والعروبة والشهامة، وليعلموا أن تدبيرهم هذا للإسلام ليس إلا تدميرا عليهم. فإن زعموا هم الفن فهم من دعاة العفن. ونحن اليوم في تظاهرة ثقافية متحضرة نثبت لهم أن الإسلام متجذر ومتأصل في قلوب أشبالنا، وأن للإسلام جيلا صاعدا كما قال نزار قباني: نريد جيلا غاضبا لا يغفر الأخطاء لا يسامح، نريد جيلا رائدا عملاق، نريد جيلا يفلح الآفاق. وهو ذاك الجيل الذي تحدث عنه قباني في نكسة 67، يقف اليوم ليزرع بالورود كلمة سبحان الله، وليخط بأصابعه وأنامله الذهبية كلمة أفديك يا رسول الله من كل قلبه، لأننا سنربي ناشئتنا على حب الله ورسوله، ولسنا من دعاة التخريب ولا الهدم، لأننا من محبي الوطن، ولأن لنا هوية عربية وجذورا. وصاحب المبدأ لا يحيد على مبادئه، وصاحب الأفكار التي تنخر عقله يوما بعد يوم ليستأصل جذور الإسلام، أقول له من هنا ومن أمام هذا المشهد الطبيعي وفي وسط هذا الهول والجمع من الناس أننا هنا وسنبقى هنا، وأنهم بأفعالهم هذه يزرعون فينا الأمل، لأننا نرى من اليوم مستقبلا زاهرا لتونس، مستقبلا تزرعه دموع الحب والمودة والشجاعة للدفاع عن هذا الدين. ونحن شباب حركة النهضة بسوسة لن نستسلم، فإننا لم نتعلم الاستسلام بل تعلمنا النضال. فأقول لمدعي النضال: يا ناطح الجبل الأشم بقرنه رفقا على قرنيك لا رفقا على الجبل. وشكرا.